وردتني أسئلة كتيرة من حضراتكم بتستفسر عن رخص القيادة، رخصة القيادة المهنية ورخصة القيادة الخاصة، وهل يجوز استخراج رخصة قيادة خاصة بجانب الرخصة المهنية، وإيه الإجراءات المطلوبة عشان أستبدل الرخصة المهنية برخصة خاصة أو أستبدل الرخصة الخاصة برخصة مهنية عشان أبقى مرافق وأقدر أسوق السيارة المعاقين المجهزة أو المزودة بمرافق. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، فتابعونا. المادة 34 من قانون المرور نصت على رخص القيادة في جمهورية مصر العربية، والصادرة بالقانون 66 لسنة 73. قانون المرور المصري المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 نصت على رخص القيادة. أنواع رخص القيادة: رخصة قيادة خاصة ورخصة القيادة المهنية. رخصة القيادة الخاصة تمنح من بداية 18 سنة، أما رخصة القيادة المهنية فتمنح من 21 سنة، يعني السن لا يقل عن 21 سنة ميلادية. رخصة القيادة الخاصة ما بتحتاجش فيش وتشبيه، ما بتحتاجش شهادة الخدمة العسكرية، ما بتحتاجش الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ولا نقابة عمالية. إنما رخصة القيادة المهنية بتتطلب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونقابة العاملين بالنقل البري، وبتتطلب فيش وتشبيه وشهادة الخدمة العسكرية. والاتنين رخصة القيادة الخاصة والمهنية شرط من شروط الحصول عليهم الحصول على مؤهل دراسي أو محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وبالإضافة للياقة الصحية لكلا الرخصتين. الرخصة الخاصة اللياقة الصحية بشهادات طبية أو بالكشف الطبي بمعرفة شركة أمان. الرخصة المهنية بالكشف الطبي بمعرفة الكومسيون الطبي المختص التابع له محل إقامة طالب الترخيص. طيب، دلوقتي القانون 10 لسنة 2018 اشترط في قيادة سيارات المعاقين بالمرافق ان الراجل المرافق دهوت لو احد الاقارب من الدرجة الاولى يكون معه رخصة قيادة، ما فرقش رخصة قيادة خاصة او مهنية. انما تطلب في الراجل المرافق او السائق الشخصي للمعاق انه يكون معاه رخصة قيادة ومؤمن عليه. مؤمن عليه يعني سائق مهني معاه رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة، درجة ثانية، درجة أولى، المهم معاه رخصة قيادة. طيب، دلوقتي أنا عاوز أغير الرخصة الخاصة بتاعتي برخصة مهنية عشان أقدر أكون سائق شخصي للمعاق وأقدر أسوق العربية بنفسي. فإيه الإجراءات اللي بتتم؟ أولا السن ما يقلش عن 21 سنة عشان أقدر أستبدل الرخصة الخاصة برخصة مهنية، وبعمل فيش وتشبيه موجه للمرور، وبعمل شهادة مخالفات للرخصة الخاصة القديمة، واخش اختبر للحصول على الرخصة الثالثة. طيب، أنا معايا رخصة خاصة وسني 19 سنة، ما ينفعش أستبدل الرخصة الخاصة برخصة مهنية؟ طبعا لا يجوز، لأن شرط من شروط الحصول على الرخصة المهنية إن السن لا يقل عن 21 سنة ميلادي. طيب، أنا ست معايا رخصة خاصة، ينفع أطلع رخصة مهنية؟ وقال البنات أو الستات مسموح لهم في مصر باستخراج رخصة مهنية. طبعا القانون ما فرقش في رخصة القيادة المهنية ما بين الذكر والأنثى، كلاهما يستطيع استخراج رخصة قيادة مهنية. وبنشوف حالات كتيرة في مصر بتسوق قلاب، بتسوق تريلا، بتسوق تاكسي، بتسوق ميكروباص، ومعاها رخصة مهنية عادي خالص زي السائق الذكر، وبتشترك في التأمينات الاجتماعية ونقابة العاملين بالنقل البري أو إحدى النقابات العمالية الأخرى. بستغنى عن الرخصة الخاصة الأول ولا بطلع الثالثة الأول؟ لا يجوز الجمع بين رخصة القيادة الخاصة والمهنية، وبالتالي بتعمل شهادة مخالفات للرخصة الخاصة قبل ما تستغنى عنها وتسلمها. أما تيجي تختبر الرخصة المهنية بتعرف المهندس الفني إن معاك رخصة خاصة قبل ما تختبر، وإنك عامل مخالفات، وإنك هتسلم الرخصة الخاصة وتستبدل برخصة مهنية. طيب، واحد تاني يقول إيه، أنا معايا رخصة خاصة وهغير محل الإقامة لمحافظة تانية عشان أطلع رخصة مهنية. طبعا لا يجوز. ليه؟
لان اما بتروح تطلع رخصة جديدة من مكان تاني او من محافظة تانية بيستعلم او بيسجل بياناتك بالرقم القومي. الرقم القومي ده بالنسبة للشخص لا يتكرر، وواحد على مستوى جمهورية مصر العربية. انا سواء انا في القاهرة غيرت محل الاقامة للجيزة او الاسكندرية عشان اقدر اطلع رخصة مهنية، فاول ما الموظف بيضرب بالرقم القومي بيطلع لي ان انا معايا رخصة، وما بقدرش اغير الرخصة التانية او الرخصة المهنية من محافظة تانية. يبقى بعمل شهادة مخالفات للرخصة الخاصة، وبروح المرور اكشف كومسيون، احدد كومسيون جلسة كشف طبي، المجلس الطبي العام بالمحافظة بتاعت حضرتك بيحدد لك كومسيون، كشفت نجحت في الكومسيون بتخش الاختبار، بتقول والله انا معايا رخصة خاصة وهسلمها، وبطلع رخصة تالتة، بتختبر نجحت في الاختبار، سلمت الرخصة الخاصة بشهادة المخالفات، سقطت في الاختبار، كده كده الرخصة الخاصة موجودة معاك. ما تسلمش الرخصة الخاصة قبل ما تختبر وتنجح وتتأكد انك نجحت في الاختبار وهتطلع رخصة التالتة المهنية بالفعل. نجحت في اختبار، سلمت الرخصة الخاصة وشهادة المخالفات، بتاخد خطابين للنقابة والتأمينات الاجتماعية عشان تأمن على نفسك بصفة سواق أو صاحب رخصة قيادة مهنية أو معاه رخصة قيادة مهنية. بتجيب شهادة التأمينات وترجع مرور تاخد رخصة بالثلاث سنين. طيب ده بالنسبة للسائق الحر. بالنسبة للسائق اللي هو الموظف الحكومي اللي معاه رخصة مهنية، ايه الوضع؟ أول حاجة بنقول انت حضرتك موظف فين؟ موظف في جهة حكومية في قطاع عام، قطاع الأعمال العام، لازم أو لابد من توافر شرط موافقة جهة العمل على استخراج رخصة مهنية. يعني حضرتك ما تقدرش تعمل رخصة مهنية وانت موظف حكومي غير لما جهة عملك توافق على استخراج الرخصة المهنية الأول. حصلت على موافقة جهة العمل، بتجيب خطاب من جهة العمل انك مؤمن عليك بقانون التأمين والمعاشات، وموظف بالحتة الفلانية، رقم قومي كذا، رقم تأميني كذا، صحيفة الحالة الجنائية مرفقة بالملف ولم تصدر ضده أحكام حتى تاريخه، وبتحدد كومسيون برضو بالمجلس الطبي العام، وبتختبر للرخصة الثالثة، تسلم الرخصة الخاصة، تستخرج الرخصة المهنية الثالثة بثلاث سنين. أنا دلوقتي سواق في الجيش، هطلع رخصة ايه؟ والله بنشوف المدة اللي شفتها في الجيش 3 سنين فأكثر، فبتطلع رخصة مهنية درجة تانية. طيب سوقت أقل من 3 سنين بتطلع رخصة تالتة. لو عاوز تستبدل الرخصة التانية بعد كده بنحسب المدة العسكرية على المدة المهنية، بتكمل ال3 سنين بتستبدل الرخصة بدرجة تانية. يعني مثلا لو سواق في الجيش 2 سنين بتطلع الرخصة المهنية درجة تالتة لمدة سنة، كده 3 سنين، وبعد كده بتستبدل الرخصة الدرجة الأعلى اللي هي الدرجة التانية. قربت على 60 وعاوز استبدل الرخصة المهنية برخصة خاصة، كملت 20 سنة تأمينات، من حقي ان انا اطلع رخصة خاصة ولا لا؟ بتاخد تسريح ب3 شهور للمؤسسة عشان تسدد المؤسسة وتقفل ملفك في التأمينات كسواق مهني، وبتاخد رخصة خاصة بتسريح مؤقت. بعد كده بتجيب الشهادات انك قفلت المؤسسة وغيرت المهنة لحاجة غير سواق، وبندي لك رخصة خاصة.